السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل لكم المسقعة المصرية الأصلية اللي كنا بنعملها زمان. كانت أمهاتنا تعملها لنا في الأيام اللي ما فيهاش لحمة. ما هو كان زمان اللحمة مش زي دلوقتي، كانت اللحمة مش كل يوم. فالأيام اللي ما فيهاش لحمة هم تقريبا كان بيبقى يومين في الأسبوع بس اللحمة. عموما يلا الحمد لله، والله كانت ايام جميله. معانا بتنجان بالحجم بقى اللي انت عايزاه، كبير صغير، المهم احنا بنقلمه بس كده حاجه بسيطه. طبعا المسقعه المصريه بدون لحمه. بعد كده اتطورنا وبقينا نعملها باللحمه المفرومه المعصجه والبشاميل، انما المصريه الاصليه الاصليه بدون لحمه. هي تعتبر من ضمن الأكلات الشعبية وشتوية كمان، لأنه بتتاكل كده وهي طالعة من الفرن سخنة. والله طعمها وريحتها، والله ما هقول لكم، جربوها وشوفوا ريحتها هتطلع ازاي. تملى البيت ريحتها الجميلة طبعا، تملى البيت كده وانتي مشغلة الفرن وتدفي البيت في الشتاء ده. ان شاء الله تعجبكم وتنفذوها احسن مني. في الوقت اللي انا بحضر فيه البتنجان، ضربة كيلو طماطم في الفيد بروسيسور وحطيته في حلة على النار بدون اي حاجة. انا بحب اعملها كده وهقول لكم ليه. بسيب بقى الطماطم لغاية ما تنشف، بس يعني مش تنشف قوي قوي، يعني انا مش عايزة اعمل صلصة، بس انا بشيل منها السوائل قدر الامكان. البتنجان هقطعه بقى مكعبات، بس تبقى مكعبات كبيرة شوية عشان البتنجان لما بيستوي بيتهري، فنخليه كده برضو محافظ على قوامه. زي ما انتوا شايفين انا بحاول اقطعها مكعبات كبيرة شوية. ومعانا هنا برضو بطاطس بقطعها برضو مكعبات، ومعايا فلفل اخضر هقطعه برضو. ولو بتحب تضيف لها فلفل حراق بتبقى احلى واحلى كمان، لانه برضو الحرقان بتاعها بيبقى حلو، بس انا الحقيقه ما كانش عندي فلفل حراق. هنبتدي بقى نقلي البطاطس نص قليه، يعني احنا مش هنحمرها بمعنى نحمرها، احنا بس هنديها لون ذهبي كده على نار عاليه طبعا، زيت غزير اهو. شوفوا دي لونها هي كده ما استوتش تماما، هي كده لونها ذهبي. هنطلعها نصفيها من الزيت كويس قوي ونطلعها. في القالب الصغير ده كده. بعد كده نحط ورا البطاطس البتنجان برضو هديله لون ذهبي، انا مش هحمره تحمير كامل، انا هديله لون ذهبي بس. ولا تحطي دقيق على البتنجان ولا تحطي حاجه. البتنجان اليومين دول او السنين دي بصراحه بقاله كذا سنه ما بيشربش زيت ابدا ابدا، وانت هتشوفوا بعد ما اخلص قليته كميه الزيت تقريبا كده زي ما هي، فولا نحط دقيق ولا حاجه. بقلبهم هما الاتنين مع بعض، البطاطس مع البتنجان، عشان ما يبقاش في واحنا بنحطه في القالب يبقى حاجه فيها بتنجان وحاجه ما فيهاش. اجيب هنا بقى حله حاطه فيها بصل متقطع مكعبات وفيها توم، بحط لها هنا شويه زيت زيتون. انا مش هكتر الزيت لان احنا قاليين البتنجان وانا قليت الفلفل على فكره بس ما ظهرش في الفيديو، معلش. انا بحاول اختصر الفيديو عشانكم ما تشوفوليش كده دقيقه وتروحوا طالعين من الفيديو. خليكم حبايبي حلوين كده اقعدوا اتفرجوا عليه، تعملوا لي لايك، تعملوا لي اشتراك للي ما اشتركش.
شاء الله يا رب يعجبكم بإذن الله تعالى وتنفذوها زي ما في منكم ربنا يكرمهم نفذوا. شوفوا انا بوريكم على فكرة الشوكة ليه بوريها لكم. يعني الشوكة دي بتاعت امي الله يرحمها، من جهازها اللي اتبقى بعد الله يرحمها ما توفت قسمناه بيني وبين اختي، فانا عندي كذا شوكة منهم. امي متجوزة سنة 44، فشوفوا بقى الشوك دي من امتى. بتدعك بالسلك، بتبقى بتضوي وبتبقى جميلة جدا، بحب استخدمها اوقات كده. المهم نرجع لموضوعنا تاني. انا هنا بقى قلبت البصل مع الثوم، بس شايفين لونه ما اتغيرش، انا بدبله يعني هيبتدي لسه ياخد لون ذهبي، مجرد كاني دبلته بس. ابتدي احط بقى التوابل، ملح وكمون وكركم. طبعا الكميه انا مش هقدر احدد لكم طبعا كميه التوابل، لان دي بتعتمد على انت بتحبي الكميه كتيره قليله، كميه البتنجان والبطاطس عندك كتير قليله. لكن انا بقول لكم بس البهارات او التوابل اللي تنفع مع الاكله دي. فهنا كان ملح، فلفل اسود، كركم، كمون، بودره ثوم وبابريكا، وحطيت شويه كده شطه كشميري. اقلب برضو البهارات شويه مع البصل عشان نكهتها تظهر. ودي الطماطم اللي قلت لكم عليها، انا كنت حطاها شوفوا الكيلو صفصف على قد ايه يعني. ليه بقى انا بحب اعمل كده؟ مش بحب الطماطم اسبكها وهي عصير مع البصل، لانه في الاخر البصل بيتهري. لكن كده انا بيفضل طعم البصل كده جميل في الصلصه. لما كده انا مش هغلي يعني دوب مجرد اغليها بس، انا مش هسبك ولا حاجه، لان انا نشفت الطماطم. بالتقريب كده انا بقى زودت الصلصه هنا ميه علشان لما احطها تبقى مناسبه لتسويه المسقعه بتاعتنا، عشان عارفين كمان فيها بطاطس، البطاطس بتشرب سوائل كتير. تغلي بس معايا. وبعدين ابتدي هنا بقى انا جبت القالب بتاع الفرن، احط بقى البطاطس مع البتنجان مع الفلفل. ما تقلقوش الرخامه بتاعته نضيفه زي الفل. حطيت بقى المقدار كله، وانا طبعا تبلت الصلصه وعارفه الملح بتاعها مظبوط. ابتدي بقى اصبها على القالب اللي فيه الخضار بتاعي. وعلى فكره ممكن كمان تحط فيها كوسه برضو مكعبات وتاخد تشويحه في الاول كده. شايفين البصل لسه محافظ على كيانه ازاي؟ لو سبكته بقى مع الطماطم هتبص تلاقيه اتهرى. ومش عارفه يعني هو مزاج، انا بحب كده، بحب احس بطعم البصل زي ما بحس بطعم البتنجان والبطاطس والفلفل. بيبقى طعمه جميل كده لما يقرش شويه وانت بتاكليه. انا هنا كنت جبت الشوكه وقلبت، خليت الصلصه تدخل جوه الخضار بتاعي، والباقي حطيته فوق الوش. بساوي بقى الصلصه كده عشان لما تدخل الفرن يعني نديها شويه تزيين كده. هي صحيح غلبانه ما فيهاش لحمه، بس نزينها شويه، نعمل لها شويه قيمه. على فكره الاكله ديت كان زمان بنسميها ارديحي. مش عارفه الكلمه دي ما بقتش موجوده دلوقتي. ارديحي يعني من غير لحمه، فهي دي اسمها مسقعه ارديحي. طبعا ما كناش بنقول مسقعه مصريه، لان ما كانش فيه وقتها نعرف حاجه غير الاكل المصري بتاعنا. هنا طلعت عندنا المسقعه من الفرن كمان، ريحتها بجد خطيره بجد فعلا والله. اكلنا المصري القديم ده ما في احلى منه. دخلنا في الاكل بتاع البلاد التانية، ولادنا اتعودوا عليه، بس اكلنا المصري القديم ده مفيش احلى منه. شايفين جمال المسقعه والصلصه عامله ازاي فيها؟
انا غرفت الطبق وقعدت كلته